اللقاء التاريخي الهام بين منتخبنا الحبيب مصر وبوليفيا في بطولة القارات. كل الأمنيات للمنتخب المصري بالفوز إن شاء الله في مباراة النهاردة، وأيضا كل الأمنيات للمنتخب السعودي أيضا للفوز اللي هيلعب بعد المباراة دي على طول ضد المكسيك. جماهير مصر كلها النهاردة بتتابع هذا اللقاء، والحقيقة اللعيبة كلها في أحسن حال وكلهم جاهزين للمباراة ديت، لأن دي المبادرة والبداية. حازم إمام بيسلمها حازم، وهتاخد نفس الجملة التكتيكية. بابا هو جول، هو جول، جول جميل جميل. عبد الستار صبري، مش ممكن جملة تكتيكية رائعة اتعملت حلوة قوي. الوان 3 نموذج للوان 3. شوف حازم امام اللي عملها لمين؟ لحسام حسن عملها لمين؟ لعبد الستار. وشوف عبد الستار وحلاوته وجماله. عبد الستار صبري انطلاقة حلوة قوي واختراق من العمق، تمريرة جميلة من حسام، وعبد الستار اهو بيرقص الحارس وبيسجل الهدف الاول للمنتخب المصري. جول جميل مفيش كلام، جملة تكتيكية محفوظة. الجوهري محفظهم، مفيش هزار. معمولة حلوة قوي. يا سلام يا عبد الستار. شوف عبد الستار صبري ترقيصة وثقة، والهدف المصري الأول الجميل. تتلعب مباشرة. هوبا، بيشوطوا كويس. بقول لحضراتكم بيشوطوا كويس. وهدف التعادل لبوليفيا من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء. مركزين فيها قوي، واتعملت حلوه جدا فعلا. اتعملت حلوه من فوق الحيطه في الزاويه اللي مش واقف فيها عصام الحضري، في زاويه صعبه اهي. شوطه حلوه قوي من اللاعب جوتيريز، وبيسجلوا هدف التعادل. يلعبها لريبيرا من بعيد. هوبا، شوطه من خارج منطقه الجزاء، انما قويه جدا وحلوه من ريبيرا. والهدف الثاني لبوليفيا. بيشوطوا كويس وكلها تسديد من خارج المنطقه ومسافه بعيده جدا، انما حاططها فين الراجل؟ ايه ده حاططها في مكان مش ممكن. يعني حلوه فعلا، شوطه حلوه في مكان صعب قوي، مسافه بعيده. وبقول لحضراتكم المنتخب المصري هو اللي طمع بوليفيا، لانه انكمش. ليه ينكمش؟ انا مش عارف. جابوا جول وكانوا بادئين كويس قوي لمده 10 دقائق، وبعد كده انكمشوا، ادوا فرصه لبوليفيا تضغط وتسيطر وتمسك نص الملعب. يمكن كانت اقرب سنه. ياسر رضوان. هوبا، ياسر رضوان مش ممكن. ياسر رضوان حلوه. صاروخ ارض جو من ياسر رضوان. ايه 40 ياردة 45 ياردة؟ اقول ايه؟ مش ممكن يا ياسر. ولا كلمه ولا اجمل من كده. حارس المرمى فين؟ ما لحقهاش من سرعتها، من سرعه الكوره ياسر رضوان. والهدف الثاني لمنتخب مصر وهدف التعادل. يا سلام يا ياسر، فعلا ياسر رضوان منقذ. واشمعنى انتوا جبتوا جولين؟ جبتوا جول من كره ثابته وتسديده جامده من خارج المنطقه. ده ياسر رضوان اهو بيسدد واحده جميله جدا من نفس المكان برضو اللي جابوا فيه الجول، يمكن ابعد.